السلام عليكم. 5 صفات بيكرهها الراجل في الست. رقم 1 الصوت العالي، لو انت معاه او مع العيال او في البيت او بره البيت، الراجل الطبيعي اللي فطرته سليمه بيكره ان الست يكون صوتها اعلى منه. تاني حاجه السيطره، الجينات والطبيعه عند اي راجل لازم يكون هو المسيطر على البيت، لان باختصار شديد هو الراجل مش انت. وده مش بيتعارض مع انك تنصحيه لو انت شفت منه غلط، وطبعا هو المفروض ان هو يقبل النصيحه دي لو النصيحه دي صحيحه. طيب ما يوصلش الامر بينكم ان هي تكون محاولات منك للسيطره على البيت، لان وقتها لو هو راجل فعلا هتحصل مشاكل ما بينك وبينه وهتبقى انت الخسران. تالت حاجه العناد، صفه انتشرت في بنات كتير جدا في الزمن الحالي. الراجل بيحب الزوجه المطيعه اللي تقول له حاضر ونعم، بيحب يعيش دور السيد، دي حقيقه فعلا. لكن العنيده غالبا بتخسر زوجها مع الوقت ومع مرور الزمن، وزي ما احنا ما شفنا حالات طلاق كتير جدا بسبب العناد. رقم 4 النكد، كل الرجالة المتزوجين بيحبوا الاستقرار والسكينة والهدوء والمودة، ومتجوزين علشان يشتروا دماغهم وراحة بالهم، مش عشان يعيشوا في نكد وهم وغم. 5 وأخيرا الاسترجال، ودي صفة كفيلة بخراب البيوت. مفيش راجل بيحب يعيش مع راجل زيه في البيت، يفضل طول اليوم يرد عليه وينتقد وجدال وسفسطة. أنا عايز أعيش مع واحدة لها طباع أنثوية مش طباع ذكورية. الراجل بيحب يعيش مع أنثى، ما يحبش يعيش مع راجل زيه في البيت. السلام عليكم.